السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه بزاف، وصفه غزاله. بتنحي لينا الشحوم، شحوم الارداف، كذلك شحوم البطن وشحوم الدرعان. هذه الوصفه البنات زوينه بزاف، كتخلصك من البطن. كتكون البطن كتكون كبيره ناتجه عن الولاده القيصريه او السمنه. الوصفه اللي زوينه بزاف، مكونات البنات اللي فيها طبيعيه ويعني متواجدين عندنا في المنزل ديالنا في المطبخ ديالنا. بقاو معايا لتتمه الفيديو باش تعرفوا على جميع المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه البنات، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموا الفيديو باللايك واشتركوا عندي الا كنتوا باقي ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ندوزو البنات الوصفه ديالنا. هاد الوصفه البنات المكونات اللي فيها طبيعيه متواجده عندنا في المطبخ ديالنا. المكون الاساسي البنات في هذه الوصفه، او المكون الاول في هذه الوصفه هذه، هو القزبر. القزبر اليابسه البنات راه تيضعفنا بواحد الطريقه زوينه بزاف. كيحيد لينا الشحوم اللي كتكون عندنا في البطن ديالنا، كذلك كيحيد لينا يعني الدهون الثلاثيه. الناس اللي عندهم كوليسترول، الشحمه كتكون عندهم في الدم، وصفه اللي غزاله بزاف. كذلك البنات الوصفه كتحيد لنا الشحوم اللي كتكون في البطن على مستوى كذلك الدرعان او مستوى الارداف. وصفه اللي رائعه جدا، جربوها البنات ما غاديش تندموا عليها. كنحتاجوا القزبور يابس اللي كيكون مطحون، يعني حاجتنا بواحد المعلقه من القزبور يابس مطحون، او القزبره، معروف هو بسميه القزبور، قزبور حبوب. يعني تمشي عند العطار تقول لي قزبور حبوب، انه هاد المكونات البنات متواجد عندنا في المطبخ ديالنا. من بعد البنات كنحتاجوا النعناع، اوراق النعناع. النعناع البنات اللي كنقبطوه وكنغسلوه مزيان، كنغسلوه مزيان باش ما تكونش فيه شي حاجه يعني، وكنشفوه عاد نعملوه في هذه الوصفه هذه. كنقطعوه عادي ونحطوه مع يعني القزبور في واحد القرعه اللي تكون تزاج. ضروري القرعه، او فاش بغا نحتفظوا بهذه الوصفه هذه، فاش غنحضروها ضروري تكون وصفه يعني قرعه ديال الزاج. كنضيفوا الحامض. الحامض اللي كنقطعوه طريفات صغار. القرعه البنات خاصها تكون معقمه وتكون ديال الزاج، وكنمسحوها يعني ما يبقاش فيها الماء، كنشفوها مزيان باش ما يكونش فيها الماء. عاد كنحضروا فيها هذه الوصفه هذه. من بعد البنات ما عملنا القزبور والحامض والنعناع، كنضيفوا طريف ديال السكينجبير او الزنجبيل. هاد المكونات البنات كلها راه حارقه، يعني حارقه للشحوم اللي كتكون صعيبه في الذات ديالنا. كما عرفتوا النعناع كذلك كيطرد لينا الغازات اللي كتكون في البطن او في المصران. سكينجبير البنات راه غزال بزاف، العد يعني في عده فوائد، من بينها انه كيحرق لينا الدهون اللي كتكون صعيبه، يعني الدهون اللي كتكون على مستوى البطن. من بعد البنات كنغطيو على هذه المكونات هذه بزيت الزيتون. كنضيفوا على زيت الزيتون. هاد القرعه البنات كنطبخوها، يعني كنديوها نديروا لها حمام مريم. يعني كنحطوها في واحد الاناء اللي كيكون فيه الماء سخون، وكنخليوها حتى كتغلى تقريبا ربع ساعه. من بعد كنحركوها كيف ما هكا ونحتفظوا بها في الثلاجه. نحتفظوا بها في الثلاجه البنات. ويعني الا بغينا نحيو الشحوم اللي كتكون في البطن ديالنا، كناخذوا منها تقريبا كل صباح. كل صباح كناخذوا منها شويه على الريق، يعني قبل من الفطور كناخذوا منها شويه. كناخذوا واحد الاناء ديال الماء او كاس ديال الماء، يعني الكاس اللي كيكون فيه ماء دافي، ماء دافي. وكناخذوا من هاد القرعه هذه، يعني من بعد ما يعني درناها في بان ماغي او في حمام مريم واحتفظنا بها في الثلاجه، كناخذوها هي البنات وكنضيفوا عليها كناخذوا معلقه منها وكنضيفوها في هذا الاناء اللي فيه الماء دافي، وكنشربوها على الريق، يعني على الصباح كنشربوها. هادشي البنات اللي بغاو يضعفوا فقط البطن ديالهم. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يضعفوا الجسم ديالهم بالكامل، كيضيفوا معاها الحامض، يعني كيضيفوا معاها عصير ديال نصف حامضه، وكيشربوه على الصباح يعني قبل من الفطور، ويشربوه ثلاثه المرات في النهار. اما الاخوات اللي بيضعفوا غير الكرش، يعني عندهم الشحوم غير في البطن، كياخدوه غير مع الصباح على الريق، يعني قبل من الفطور ياخدوه مره واحده في النهار. والاخوات اللي بيضعفوا الجسم ديالهم بالكامل ياخدوه ثلاثه المرات في النهار، ويضيفوا ليه كيف ما قلت لكم شويه ديال الحامض، يعني يعصروا معاه الحامض ويضيفوه لهذا الكأس هذا وياخدوه يعني قبل من الوجبات الرئيسيه، يعني قبل من الفطور وقبل من الغداء وقبل من العشاء.
هاد الوصفه البنات راه تقريبا في اسبوع، ما كاملش اسبوع كتبان لك النتيجه. يعني كيبان لك الباطن ديالك بدا تيترهل، يعني بدا تيخوى، يعني ديك الشحوم بداو تيحيدوا. وباش ما يكونش عندنا ترهل في الباطن كناخذوا يعني نفس المكونات، نفس الزيته البنات اللي كناخذوها كندفيوها شويه، يعني كنسخنوها شويه، ماشي نخلوها حتى تحرق، غير نسخنوها شويه وندهنوا بها الباطن ديالنا. ندهنوا بها الباطن ديالنا بحركات دائريه. من بعد البنات كنلفوا عليها واحد الميكا ديال السلوفان او البلاستيك الغذائي. كيف ما يمكن لكم تلفوا عليها واحد الفوطه، لفوا على الكرش ديالكم او الباطن ديالكم، لفوا عليه واحد الفوطه اللي كتكون فوطه لويوها عليها، لويوها على الباطن ديالكم. وهنا راه غادي تردوا البال، يعني كتحسوا بان الباطن ديالكم راه ما غاديش تبقى هكذاك ديك الشحوم وداك الشيء اللي كيكون فيها ما غاديش يبقى. وكذلك البطن ما تتبقاش مترهله. كما شفتوا المكونات اللي في هذه الوصفه هذه طبيعيه. هذه الوصفه البنات ما تحتاجوا معها لا يعني لا رياضه، لا يعني تاكلوا اللي بغيتوا. لان هذا المحلول هذا يا البنات راه اي حاجه خديتوها، اي حاجه تناولتوها راه يعني كيحيد لكم هذوك الشحوم او هذوك الدهون اللي كتكون في البطن ديالكم. يعني اي حاجه تناولتوها واخا كتكون دسمه راه هاد الوصفه هذه غادي تفتت لكم هذوك الدهون او هذيك الشحوم. كيف ما قلت لكم البنات اللي بغات تضعف فقط البطن يعني تكتفي يعني مره واحده في الصباح تشرب كاس واحد من قبل الفطور. قبل الفطور تاخذ كاس واحد من هاد الوصفه هذه او هاد الكاس هذا. والاخوات اللي بغاو يضعفوا الجسم ديالهم بالكامل ياخذوا هذا المشروب على طول النهار، يعني ياخذوه 3 المرات قبل من الوجبات الرئيسيه. قبل من الوجبات الرئيسيه تناولوا هذا الكاس هذا، يعني ويبقاو نصف ساعه حتى ساعه عاد ياخذوا الغداء ديالهم او الفطور ديالهم او العشاء ديالهم. كما قلت لكم البنات الا خديتوا هذه الوصفه هذه ما تحتاجوا لا رياضه لا ريجيم، يعني وصفه اللي زوينه بزاف كتضعفكم وكتنحي لكم الشحوم اللي كتكون على مستوى البطن، الشحوم اللي كتكون صعيبه باش تنحى. هاد الوصفه البنات كما قلت لكم كتليق حتى الناس اللي عندهم الكوليسترول او الدهون الثلاثيه. راه زوينه بزاف هاد الوصفه هادي، جربوها البنات ما غاديش تندموا عليها. وصفه اللي مضمونه ومجربه، وصفه اللي زوينه بزاف غادي تنحي لكم الشحوم اللي كتكون عندكم في البطن ديالكم. وحتى الاخوات اللي بيضعفوا الجسم ديالهم بالكامل الوصفه يا البنات راه غادي تليق لهم. يعني هذا المشروب هذا فقط يضيفوا عليه الحامض ويشربوه 3 المرات في النهار. 3 المرات في النهار كافي انها تفتت لهم الشحوم اللي كتكون على مستوى الجسم بالكامل. وصفه اللي زوينه بزاف ورائعه. الا كنتوا البنات اول مره كتشوفوا القناه ديالي وباقي ما اشتركتوش اشتركوا عندي وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.